يا أيها العمر السريع خذلتني ووضعت أحمالا على أحمالي. يقول أحدهم: في زحمة الحياة فجأة وجدت نفسي بلغت 50 من العمر، ثم 55 ثم قاربت 60. هذه الأرقام لم ألفها من قبل، وبدأت أشعر بالخوف مما بعد سن 60. لاحظت أن الباعة يقولون لي يا حج، والأولاد يقولون يا عم، ثم صار الشباب في المحلات يعطونني كرسيا كي أرتاح. كانت معاملة مميزة، تمييزا سلبيا. محزن أن تفاجئك الحياة بلحظة ترى فيها بريق الشباب اختفى وقوة البدن ضعفت، والتي بهما كنت تبحث عن الحياة السعيدة والرضا الذي لم تجده. السعادة يا أخي في الحياة لما تعيش لأجله، فالعمر يقاس بالإنجازات لا بالأعوام، ما حققت وما صنعت في الحياة. النبي عليه الصلاة والسلام كان عمره 50 عاما وممسكا بسيفه يقاتل لأجل الإسلام. يجب عليك أن تفهم أن هذا السن مجرد رقم لا يشكل حقيقتك أبدا. ربما تكون طفلا بسن 60 أو شيخا بسن 20. ضع بصمتك في هذه الحياة وكن ذو أثر طيب، فكم مات قوم وما ماتت مكارمهم، وعاش قوم وهم بالناس أموات.